النهاردة هتكلم عن فروزون. في نظريات بتتكلم عن الفيلم ده، حبيت اجيبها لكم، فأتمنى لو متحمس ادعم الفيديو بلايك وشير. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. كل اللي شاف فيلم أميرات ديزني عرف في البداية المأساوية للقصة، بحيث إن إلسا بيتوفى أبوها وأمها بعد ما سفينتهم بتغرق في عرض البحر. والسؤال هو، هما كانوا رايحين فين؟ صرحت كاتبة الفيلم إنهم كانوا متوجهين لفرح وتتويج روبانزل، وإن روبانزل بنت خالة إلسا، والدليل إن روبانزل حضرت حفل تتويج إلسا، بحيث إنها ظهرت بين الناس في الحفل، بالإضافة للشبه الواضح ما بينهم يمكن يكون مقصود، وبيستمر الترابط في عالم ديزني. فنشوف في بداية الفيلم مشهد لسفينة محطمة بيرجح المعجبين إن دي سفينة العائلة الملكية الغارقة، ولكن الجزء المسلي هو إن الكتاب لمحوا إن الملك والملكة قرروا ينجوا من حادث السفينة، وراحوا لجزيرة مهجورة. بعد ما استقروا في الجزيرة خلفوا طفل واللي هو طرزان، لكن نهايتهم كانت على إيد نمر، وده سبب إن طرزان اتربى على إيد القرود، يعني طرزان أخو إلسا. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.